كلب الالاباي، الكلب اللي دار واحد الضجه اللي كبيره بزاف هاد الايام هادي في المغرب، واللي شد الطوندونس. الكلب اللي كاملين عرفنا في واحد الفتره اللي قليله ديال انا عندي اكبر كلب الاباي، انا عندي كلب هادي، انا هادي، يعني ناضوا بواحد التحديات ما بين الناس. جيت اليوم باش انني نوريكم هاد الكلب الالاباي، غنوريكم معلومات على هاد الكلب هذا اللي تقدر تكون اول مره كتعرفها، على التاريخ ديال هذا الكلب، المميزات ديالو، العيوب ديالو، المكان اللي جا منه هذا الكلب هذا. هادشي كامل غتعرفوه في هذا الفيديو هذا. داكشي علاش خليكم مع الفيديو، وما تنساوش اخوتي ديروا واحد لايك، ولا عجبك الفيديو بارطاجيه باش تعمل فائده، وان هاد المعلومات هادو يستافدوا منهم بزاف ديال الناس، بحال المولوعين بهذا الدومين هذا، اولا اللي باغي يشري هاد الفصيله اولا هاد النوع هذا ديال الكلاب. كلب الالاباي من عرق وسلاله اللي قديمه بزاف اخوتي، واللي كان هذا الكلب هذا كيستخدم في حراسه الماشيه وكيحميهم من الذئاب ومن جميع الحيوانات لانها تقدر تضرب الماشيه. والاصل ديال هذا الكلب هذا من تركمانستان اخوتي، وهاد السلاله هذه بانت هذه 4000 سنه، متواجد بكثره في اسيا الوسطى، في تركمانستان وباكستان وافغانستان وايران ومنغوليا، وزيد 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 دول كامله اللي موجوده في اسيا الوسطى كيتواجد فيها كلب الالاباي وبكثره. وهذاك هو الاصل منين جا هذا الكلب هذا، وهذا الشيء اللي خلى هذه السلاله هذه تبقى حيه اكثر من 4000 سنه اخوتي. ترى ما يمكنش، ترى حضروا الفراعنه، حضروا الديناصورات، حضروا الحرب العالميه الاولى والثانيه، وحرب ديال الاندوشي اللي طرات في اسيا، والحرب اللي كاينه دابا ما بين روسيا واوكرانيا. ترى هاد لاراس هادي راه بزاف اخوتي. وهاد لاراس هادي فيها جوج ديال الانواع، فيها النوع اللي بوالو اولا ذو الشعر طويل، واللي عنده الشعر قصير اخوتي. ونزيدكم هاد المعلومه اللي غريبه اخوتي، المعلومه اللي هربات، واللي هو في عام 1990 الدوله ديال تركمانستان منعت التصدير ديال هاد لاراس هادي، حيت قالت لك اعتبرته من التراث الوطني ديالهم وما خصوش يتصدر للدول الاخرين باش يستافدوا منه. بزاف هادو والله حتى بزاف. ومن المواصفات ديالو هو كلب ضخم البنيه، وشحال هادي كانوا كيقطعوا ليه ودنيه والديل ديالو بحال لي مولوس، حيت كانوا كيتكومباو به، وباش ما يعيقوش، باش ما يكونوش عائق ليه في الكومبا، باش ما يتعادش في ودنيه اولا الديل ديالو وتكون نقطه الضعف ديالو. وهو كلب وفي لمولاه، ومن الفطنه ديالو انه كلب اللي كيحمي الراعي والراعيه ديالو، اولا كما كنقولوا الماشيه ومولاها. وندوزو للسلبيات ديالو، واللي هي انه كلب الا بغيتي تدريسي على شي حوايج اللي خارج الاستطاعه ديالو اللي معروفه، اللي هي الراعي وحمايه الماشيه، كيكون خصو دريساج يومي اخوتي. يعني خصك تبقى تدريسي فيه يوميا باش انك تدخل ليه شي حاجه جديده عليه. وهذه هي الحاجه الوحيده اللي سلبيه في هذا الكلب ديال الالاباي هذا. اللهم بارك، اللي هي واحد السلاله اللي زوينه بزاف. ونتمنى انه هذا الفيديو يكون عطاكم واحد المعلومات اللي زوينه على هذا الكلب الالاباي، ونكون قربتكم من هذه لاراس هذه اللي دارت ضجه مؤخرا في المغرب، واللي ولات حتى هي كتنتشر بواحد السرعه اللي كبيره. وإلا عجبك هذا الفيديو ما تنساش دير واحد لايك وتبارطاجيه مع صحابك ومع الناس اللي كتعرف، اولا الناس اللي مولوعين بهذا الدومين، اولا اللي باغي يشري هذا لاراس ديال الالاباي باش انه يستافد ويعرف معلومات عليه قبل ما يشري. وتهلاو، ونخليكم فيديو جديد ان شاء الله.